تخيلوا الكفتة دي ب200 جرام لحمة بس. تعالوا اقول لكم الطريقة، ومش عايزة اقول لكم الريحة والطعم، ورهيبة رهيبة، واكلة كمان سريعة وبسيطة. اول حاجة هنعملها، هتجيبي جزراية كبيرة كده، طبعا الكمية اللي انت عايزاها، بس انا استخدمت في الكمية دي 200 جرام من اللحمة المفرومة المتعصجة. يعني انا لما بعصج لحمة بشيل كده جزء بستخدمه لو في اي طواجن في اي حاجة. ففات حبة عندي صغيرين 200 جرام، فحبيت اعملهم من الكفتة دي. جبت جزرايه وبشرتها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده جبت عود بصل اخضر، خدت العيدان بتاعه زي ما انتم شايفين وقطعتها عليه عشان تديها طعم. وكمان ما استكفتش، حطيت كمان بصلايه كده وسط عليها برضو مفرومه فرم كويس. وهتقلبي كل ده مع بعض. نزلنا بقى بال200 جرام من اللحمه المفرومه المتعصجه. بصوا هم حتى مش كتار، بس بصراحة الطعم هيبقى جنان. هحط عليهم بقى السر الجميل بيدي الطعم والحلاوة، معلقتين من الشوفان. طبعا الأكلة دي مغذية، جزر وبصل، وكمان فيها بروتين والشوفان، وكمان هنحط بيض. هنحط دلوقتي هنملحها، هنحط ملح وفلفل وكزبرة وفلفل أسمر، ونقلب كل ده مع بعض. دلوقتي بقى لازم يكون في عامل ربط، وهو البيض. انا حطيت بضاية بس على الكمية دي عشان هي مش كتيرة. وهتقلبيهم مع بعض كويس كده، تفضلي تقلبيها وتعجنيها، او ان انت عايزة تعمليها في الكبة ممكن تديها كده ضربة تنعم معاكي. حطي كده في ايديكي لمسة زيت، وتفضلي تعجيني تعجيني كويس جدا. وبعد كده بصي زي ما انتوا شايفين بالراحة وشويش هتكوريها بالطريقة دي. بصوا هي الطريقة دي لما باللحمة المفرومة، او لو عندك تونة تصفيها وتحطيها، التونة برضه هتمسكها كمان. يعني البروتين نفسه هو من عندك انت اللي تقدري تتحكمي فيه كويس كده. وبعد كده ما تكوريها بالمنظر ده وبشويش كده. خلصت انا الكمية، ممكن تحطيها في التلاجة تمسك شوية، وبعد كده تخرجيها بقى علشان هنحطها في الدقيق، وبعد كده نقليها. احنا مش هنحط طبعا اي حاجة فيها تاني، لا سوائل ولا بيض تاني ولا بقسماط ولا الكلام ده، هو بس مجرد انك تعفريها في الدقيق وتحطيها على طول في الزيت تقليها. بتكوني بقى ساعتها مسخنة الزيت بتاعك وتقليها على طول. عملت الكمية كلها بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم جربوها برضو بالتونة، روعة وجميلة جدا. بصراحة من أحلى الكفتات اللي عجبتني، ورهيبة وخفيفة جدا مع طبق سلطة، كانت روعة. وبصوا لما أنا نزلتها في الزيت هي ما فكتش ولا أي حاجة، بالعكس كانت متماسكة جدا. بصوا حتى المنظر ازاي وهي طالعة، يعني بشبهها هنا بالقرنبيط. بس مش عايزة أقول لكم الريحة كانت جميلة جدا، والطعم بصراحة لا لا، ما كنتش متوقعة إن طعمها جميل كده. يعني انت عامة لما بيكون عندك اي اكل تقدري ان انت تعملي اعادة تدوير ليه، تزودي حاجة على حاجة لغاية لما بتطلعي منها اكلة. وعملت جنبه طبق سلطة كده جميل ومحترم حلو كده. وهرص بقى جنبه احلى كفتة، يعني بأقل التكاليف عندك. بصوا المنظر عامل ازاي. ولسه فيه كمان شوية بره، بس دول اللي انا حطيتهم في الطبق. ايه رأيكم في الاكلتنا النهاردة؟ بصوا الجمال والحلاوة. بصوا بقى من جوه عاملة ازاي، رهيبة. لازم تجربوها. لو عجبك الفيديو متنسونيش في لايك وشير للقناة عشان اعمل لكم كل جديد. باي باي.